بإنه كسول جدا وبتقوله يرجع على أوضته. بس بعد شوية بيعرفوا إن في صاروخ من الصواريخ النووية دي خرج بره مساره المحدد بسبب عاصفة شمسية، وده خلى جزء كبير من الحطام المتبقي من النيزك يتجه للمقر اللي موجود على سطح القمر. وعلى طول القائدة بتحذر كل الموجودين في المقر وبتأمرهم بالإخلاء الفوري، وبيتحرك كل الموجودين بسرعة على صواريخ الإخلاء. أما صديقنا يو كان قاعد في أوضته بيسمع أغاني وما يعرفش إيه اللي بيحصل بره، ولما بيلاحظ إن في حاجة غريبة بتحصل بيشوف كل الصواريخ بتطير علشان يخلوا المقر، وكان متبقي صاروخ واحد بس واللي كان فيه تشانج لوحدها. فبيلبس بدلته وبيتحرك على الصاروخ بسرعة، وكان راكب عربية فضائية، ولكن لسوء حظه بيقع في حفرة عميقة، وكانت تشانج مضطرة إنها تطير بالصاروخ، وبيتبقى يواي لوحده على القمر. وبعد شوية بيقدر إنه يطلع من الحفرة، بس ساعتها بيشوف الصاروخ الأخير وهو بيغادر القمر. وبعدها بيبدأ حطام النيزك يقع على القمر، وكان بيدمر القاعدة بتاعتهم وكل حاجة موجودة. فبيحاول إنه ينجو